عارف ليه مدربك في الجيم او صاحب محل المكملات بيقسم لك بالله ان العلبة من دي تطلع لك عضلات بطنك في شهر؟ هو فعلا عنده حق، بس الكلام ده ينفع مع 20% بس من الناس، و80% بيرموا فلوسهم في الارض. السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ النهارده هنتكلم عن حوارق الدهون. هنعرف في الفيديو ده مين حوارق الدهون هتجيب معاه نتيجه ومين مش هتجيب معاه نتيجه، ومين ما ينفعش يلمسها اصلا، لان في نوعيه من الناس ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف يستخدم حوارق الدهون. انا عايزك قبل ما تشتري اي مكمل لازم تفهم الآلية بتاعت العمل بتاعت المكمل ده. حوارق الدهون ما بتخشش تحرق دهونك مباشرة زي ما بعض الناس فاكرة. مفيش مكمل في العالم بيدخل يشتغل على الدهون بشكل مباشر. طيب ايه اللي بيتم؟ حوارق الدهون بتشتغل بثلاث آليات. اول حاجة ان هي ترفع درجة حرارة الجسم، حاجة اسمها الثيرموجينيك، ترفع درجة حرارة جسمك فبالتالي جسمك يستهلك سعرات حرارية اعلى. الحاجة التانية ان حوارق الدهون بيكون فيها منشطات كتير جدا، وبالتالي تخليك تفرك في التمرين، تخليك نشيط لأقصى درجة، وبالتالي تحرق سعرات حرارية أكتر. الطريقة الثالثة اللي حرق الدهون بيشتغل بيها هو عن طريق إن هو بيسد الشهية، وعايز أقول لك ده بقى الشغل الحقيقي. هنا بيخليك تدخل كمية أكل أقل، سعرات حرارية أقل، يعني حرق دهون أسهل وأسرع. طيب إحنا دلوقتي عايزين نعرف مين اللي ينفع معاه حرق الدهون. بص، مبدئيا لو أنت هتجيب حرق دهون وتفطر فول وطعمية وتتغدى مكرونه بشاميل وهتقضيها في الاكل، نصيحه مني بلاش تشتري حرق دهون. انت كده بتضيع فلوسك وبترميها على الارض، ومش هتاخد استفاده 1%، لان حرق الدهون هو مش سحر. ده هو هيدخل هيلاقي المكرونه بشاميل والحاجات دي هو اللي هيستنجد بيك. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان اول حاله ما ينفعش تستخدم حرق الدهون لو انا شخص ما بقدرش اسيطر على نفسي وما عنديش انضباط كافي في الاكل. طيب الحاله الثانيه، لو انت نسبة دهونك عالية فوق ال 25% ولسه بتقول بسم الله انا لسه بادئ دايت، لسه بادئ تمرين، لسه بادئ رياضة، بلاش تبتدي بحرق دهون. جسمك في اعلى كفاءته وبيخسر دهون بسهولة وبسرعة ومن غير ادنى مجهود يذكر، فبلاش تحرق الكارت اللي معاك اللي هو حرق الدهون وانت لسه بتبتدي. وده بقى ياخدنا للشخص اللي ينفع يستخدم الفات بيرنر. لو انت شخص نجحت في خطة التغذية بتاعتك وقدرت توصل لنسبة دهون حلوة جدا وخلاص حاسس ان جسمك بيجيب اخره في الطاقة بتاعتك، في نسبة حرق دهونك بقت قليلة جدا، مفيش مانع ان احنا نبدأ ندخل حاجة تسبورت العملية دي. هنا يجي دور حرق الدهون بجد. يعني انا مثلا وصلت 15% بودي فات، نسبة كويسة جدا ومش سهل انت توصل لها، او 10% او ايا كان يعني، وعايز حاجه تبدا تسبورت معايا ان انا انزل في الدهون. هنا حرق الدهون هيكون اختيار كويس جدا ليك. وعلى فكره ينفع برضو لو انت فوق النسبه دي، يعني انت واحد ظابط اكلك، ظابط تمرينك، ظابط كل حاجه ومستعجل شويه على النتيجه، ينفع اخد فات بيرنر؟ عادي جدا ينفع تاخد فات بيرنر، ولكن انا زي ما قلت لك بفضل ان هو يكون اخر حل، الفات بيرنر يكون اخر حل، لكن ينفع عادي جدا استخدمه معايا من البدايه طالما انا شخص ملتزم وحاسب سعراتي وعامل كنترول جدا عليها. يعني عايز اقول لك في فتره البطولات، وانا نفسي برضو عملت كده، فتره اخر حاجه في البطوله اللي هي البيك ويك، الاسبوع اللي قبل البطوله، هنا بنبدا نستخدم مدرات البول، بنستخدم الحوارق الدهون، الحاجات اللي هتديك بوش يعني في اخر زقه ليك عشان تكمل اللوحه الفنيه اللي انت بتعملها طول الموسم بتاعك او طول التحضيره بتاعتك. دي الحالات اللي ينفع نستخدم فيها فات بيرنر وتبقى مفضله. برضو انا مش عايزك تتصور ان هو سحر زي ما بيتم الترويج ليه، اللي يقول لك خد علبه اللايبو 6 دي او علبه الهيدروكسي كات وانت بعد ما تخلصها تتحول. مش شرط تتحول على فكره خالص. يعني مش عايز اصدمك بالدراسه دي، انا في دراسه قراتها بيقول لك ان حرق الدهون قد يمثل من 7 ل 10% من الدهون اللي انت فقدتها. يعني لو انت مثلا خسرت كيلو دهون، فاللي سببه حرق الدهون من 70 ل 100 جرام فقط. على فكرة دي نسبة مش وحشة، نسبة كويسة جدا، بس زي ما قلت لك لو انت محتاج اخر تاتش. وده بقى ينقلنا للنقطة الثالثة، مين ما ينفعش حتى عينه تهوب ناحية الفات بيرنر؟ اي حد مريض قلب، مريض ضغط، ما ينفعش يا جماعة بتاتا يفكر ان هو يستخدم حاجة من الفات بيرنر. ليه؟ لان اولا هي كلها فيها كافيين.
فالكافيين بيرفع ضربات القلب وبيرفع الضغط، ممكن يأذيك قوي. منتج زي البلاك سبايدر فيه افيدرين، الافيدرين ده كارثه. لو انت عندك القلب او الضغط، الافيدرين ده ممكن يجيب اجلك حرفيا. فبلاش لو انت حد من اللي ذكرتهم تستخدم او تفكر تستخدم فات بيرنر. بالنسبه لطريقه الاستخدام، كل منتج من دول طريقه استخدامه غير الثانيه، وكل منتج من دول مدون عليه طريقه الاستخدام. يعني مثلا حاجه زي الهيدروكسي كات بيستخدم الكبسولتين في اليوم، اللايبو 6 باصداراته كلها بيستخدم كبسوله واحده، البلاك سبايدر نفس الكلام كبسوله واحده. بس الحاجه المشتركه في الثلاثه ان انت ما ينفعش تاخده قبل ميعاد نومك ب6 ساعات. ليه؟ عشان ما يسهركش او ما يعملكش ارق في النوم وتلاقي جوده نومك بدات تقل. فيفضل تاخده الصبح، يفضل تاخده قبل التمرين عشان برضه هو بيديلك طاقه كويسه في التمرين. طب يا صديقي، خلينا اديلك خلاصه الفيديو الزتونه كلها عشان ما تتوهش مني، اشتري ولا ما اشتروش، وهل هو مفيد ولا مضر؟ زي ما اتفقنا، لو انت شخص منضبط والدنيا معاك تمام، في الحاله دي هيكون مفيد ليك. لو انت شخص مش منضبط في اكلك فخلاص الموضوع ده مش بتاعك اصلا. لو انت بتحضر او انت في الطوله وواصل لبادي فات كويس وعايز تاخد اخر تكه، هيكون مفيد جدا ليك. طيب هل هو قيمه مقابل سعر؟ انا بقول لك لا. يعني انا عن نفسي عمري ما استخدمته غير مره واحده، زي ما بقول لك قبل البطوله بتاعتي بحوالي 10 ايام، واستخدمت كمان اكسبيل مدر بول، لان برضو ده بيساعدك انت تنزل كميه ميه محتبسه ويظهرك بشكل سيمتري افضل بكتير. فيا صديقي، لو انت شخص بتتمرن وحاسس النتيجه اتاخرت شويه، برضو ينفع تاخده، لكن زي ما بقول لك انا مش شايفه قيمه مقابل سعر اطلاقا. وخلينا اختم الفيديو بسؤال ليك انت، هل عمرك استخدمت فات بيرنر وجاب معاك نتيجه ولا لا؟ وكان نوعه ايه؟ ولو انت ناوي تستخدم فات بيرنر وعندك اي سؤال سيبهولي في كومنت وهرد عليك بالتفصيل. اشوفك في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.